الأم عندها صبيان بيملوا عليها إنها ما تتجوزش تاني. العلاقة اللي سامة هنبعد عنها. في علاقات ما يصحش خالص تتقطع، احنا كلنا محتاجين بعض. في علاقات كتير جدا بتنقطع لمدة طويلة وتسبب مشاكل نفسية للطرفين، بتحصل مثلا يا إما في ضمن عائلة بين قرايب ولاد عم ولاد خالة، يا إما بين أهل وأبنائهم من الطرفين، يا إما الأهل يكونوا مقررين مش هيكلموا أو مش عايزين يكملوا علاقة خالص مع أطفالهم، والعكس صحيح، أطفال يكونوا اتضايقوا من أهلهم ويقرروا مش هنتعامل معهم تاني. أوقات في علاقات بين أصدقاء، أكيد احنا لازم نتفق إنه كل واحد فينا محتاج القرايب ومحتاج الأهل ومحتاج الأصدقاء، احنا كلنا محتاجين بعض، ولازم يبقى في سبب قوي جدا إنه يزعلني كفاية إنه أقرر مش هكمل علاقة مع الشخص ده، لأن احنا برضو اتفقنا إنه العلاقة اللي سامة هنبعد عنها، بس مش بنبعد عنها على طول، على حسب كمان أهميتها. فلو كانت بين أهل لازم يحصل محاولات قوية ومتعددة إنه العلاقة دي ما تنقطعش لأنها مهمة جدا. لو نتكلم عن مواقف مختلفة، مثلا أوقات عيلة أطفال يا إما أهلهم يتطلقوا، طرف من الأهلين بيتجوز. بشوف كتير قوي لو كان الأم عندها صبيان بيملوا عليها إنها ما تتجوزش تاني عشان مش قابلين الفكرة. ممكن قوي ده الأم بتسمع كلام شوية في الأول وبعدين هم ما يفضلهاش، يبقى النهاية إن هي عايشة لوحدها تعيسة عشان سمعت كلام ناس. ده بيبقى نوع من الأنانية. لما الولاد يقرروا أمهم أو أبوهم ما يتجوزش تاني، سواء حصل انفصال أو طرف من الطرفين اتوفى، فده بتبقى نوع من الأنانية. مهم جدا الطرفين يتكلموا في الموضوع ده، ومهم كمان الطرف اللي محتاج إنه يكمل حياته يبقى عنده شخصيته، وهو بقى اللي يعرف إنه فين الحد بين أكون أنانية وأكون بحافظ على نفسي. أنانية مهما حصل، ولادي يمكن عندهم مشاكل، يمكن مش دي الفترة اللي جوازي من حد تاني هتأثر فيهم، يبقى ساعتها ممكن طبعا هاخد ده في الاعتبار، لأن هم متأثرين جدا سواء باباهم اتوفى أو باباهم انفصل عني. فلازم الأول أخد فترة اللي هي يتأقلموا فيها على الوضع، وبعدين أبتدي أخد أنا إجراءات لو فعلا قابلت حد ومحتاجة إنه أكمل حياتي. مش هضحي تماما بنفسي، لكن هاخد في الاعتبار ظروف ولادي. لما ما بيحصلش كده، ممكن قوي بقى تكون لا، أم قررت مش مهم، هم بعد كده هيتعودوا وبعدين تتجوز، وبعدين جوزها يطلع هو اللي أناني ومش عاوز يبقى كويس مع ولادها، تحصل مشاكل، يكبروا الولاد يقرروا مش عايزين نتكلم مع والدتنا تاني أبدا لأنها ضرتنا. ونفس الحاجة لو كان الراجل، يعني الأب، يا ترى نعمل قد إيه مجهود؟ احنا بنقول في علاقات ما يصحش خالص تتقطع لأنها برضو بتأذي نفسيا. مهما الواحد قال أنا مش هممني والدي أو الوالد قال أنا مش هممني ولادي، مش ممكن مش مؤثرة فيه. نعمل محاولات. هقول دلوقتي الولاد كبروا، ممكن قوي هم يحاولوا يتواصلوا مع الوالد أو الوالدة طريق رسائل، محاولة مكالمات تليفونية. لو ما حصلش رد، لو كان الوالد أو الوالدة متجوزين، هلجأ للشريك حياتهم وقول أنا هممني جدا أرجع العلاقة مع أهلي، لو ممكن نفلك تتوسطي كده. لو كانوا مش متجوزين عندهم أصحاب، ممكن ألجأ للأصحاب القريبين، وهجرب أكتر من مرة زي ما قلنا بطرق مختلفة. يمكن أعمل زيارة، طبعا أبقى محضرة نفسي إنه ممكن قوي هتجرح، يعني أوكي هتجرح مرة، يمكن هتجرح مرتين، وبعد كده بقى هيظهر لي يا ترى أجرب مرة ثالثة كمان ولا خلاص، لأنه التجربة والفشل فيها بتأذيني أكتر من منها هتفيدني. أحط الحد برضو لنفسي. نفس الحاجة مع الأصدقاء القريبين، ولازم أول حاجة نعملها نحدد سبب المقاطعة دي. السبب ده جاي من ناحيتي ولا من ناحية الطرف التاني؟ طب كان إيه هو السبب؟ طب السبب ده اتشال؟ السبب ده اتغير؟ السبب ده ممكن يتشرح؟ الخلاصة إنه العلاقات مهمة جدا، وأعمل مجهود كبير إني أرجعها. يا ترى في حد فيكم مر بالظروف دي؟ ولو حد مر بيها ممكن تقولوا لنا تعاملتوا معاها ازاي؟ فهنستنى نسمع منكم.